الحياة. الرئيس اللي بيبني أكتر من 23 مدينة سكنية للناس تسكن فيها الناس، وعن شرط بيدي الناس شقق مفروشة، والناس كلها شافتها بعينيها. شقة بيديها لها بالعفش بتاعها مفروشة. هتقول لي، هقول لك انزل بس، لو انت في القاهرة بس انزل على حي الأسمرات. حي الأسمرات في القاهرة، انزل ودور وشوف واتكلم، هتلاقي حي الأسمرات ده ساكن فيه ما يقلش عن 500,000 إنسان مصري ببلاش، في شقق ببلاش ومفروشة ومتجهزة. يستحق يكون رئيس مصر مدى الحياة. الرئيس اللي عمل مشروع، أكبر مشروع حياة تكافل للناس، حياة كريمة للناس، من مباني ومن فلوس معاشات بيديها للناس مستفادة منها ملايين الناس. يستحق يكون رئيس مصر مدى الحياة. الرئيس اللي بيبني لي أكبر شبكة، أكبر طاقة شمسية في العالم تولد كهرباء أكبر من السد العالي ب4 مرات في بنبان أسوان. دي اتبنت بالفعل وهتشتغل خلاص. يبقى يكون رئيس يستحق يكون رئيس مصر مدى الحياة. بيبني لي في أكبر طاقة رياح في العالم غرب سوهاج لتوليد الكهرباء. يستحق يكون رئيس مصر مدى الحياة. الرئيس اللي بيبني ويعمر وغيره، اللي أنا قلته ده كله حاجات بسيطة قد كده من اللي بيعملها الرئيس في مصر. يستحق يكون رئيس مصر مدى الحياة. كل اللي أنا قلته ده حاجة صغيرة قوي من اللي بيعمله الرئيس في مصر. ايه وايه وايه، ما تعدش. الرئيس بيتعشى بالمشاريع وبيفطر بالمشاريع في مصر، بيتغدى بالمشاريع في مصر. الرئيس اللي رجع لي مصنع نصر للسيارات، للباصات، الاتوبيسات، السوبر جيت والسيارات، رجعه له شغله لي تاني من جديد، وخلاني بعمل عظمه في السوبر جيت والباصات والسيارات الكهربائيه. يستحق يكون رئيس مدى الحياه. الرئيس اللي بيوطن لي الصناعه هنا في مصر، كل العلامات التجاريه العالميه بيوطنها لي هنا في مصر. يعني ايه؟ يعني العلامات التجاريه بتاعت المحمول دي او الموبايل دي، اوبو هتتصنع في مصر في العاشر من رمضان. سامسونج هتتصنع حاليا، فعلا بتتصنع في ميد ان ايجيبت او صنع في مصر